السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي شهوة ام هبه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شباكيه بشكل مغاير على الشباكيه اللي متعودين عليها، كنسميوها شباكيه السبوله. كتجي زوينه في المنظر ديالها وسهله في الطريقه وفي متناول جميع السيدات، سواء المبتدئات او اللي عندهم الخدمه ويديهم بوحدهم، فهذه كتبقى اسهل طريقه لتحضير الشباكيه بلا تشباك. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا بالتفصيل. هذه طريقه سهله وبسيطه بنفس المقادير ديال الشباكيه، غير هي بشكل مختلف وبزاف ديال الوقت بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو ونبداو على بركه الله. بسم الله. كنبداو هنايا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض، كنزيد عليه كاس ديال اللوز مسلوق ومفسخ ومقلي ومحمر في الزيت ومطحون مزيان، وإلا ما كانش ماكينه كطحن مزيان دوزوه في الغربال لا هو ولا الجنجلان. عندي عاوتاني هنايا كاس ديال العنبه ديال الجنجلان يكون محمر غير شويه وكنطحنو حتى هو مزيان وندوزوه في الغربال الا ما تطحناش مزيان. عندي هنايا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال قرفه ومعلقه كبيره ديال النافع. كنزيد عليهم شويه ديال المسكه حره مدقوقه مع شويه ديال السكر سنيده، وكنزيد عليهم كاس ديال زيت الزيتون وكاس لارب ديال الزبده دايبه مخلطه مع شويه ديال زيت المائده. كنزيد شويه ديال الملحه وكنخلط هادشي كامل. هادشي اللي ناشف كنزيدو عليه الزبده، كنخلطو مع ديك الزبده والزيت مزيان، كنبسو بيديا مزيان. من بعد كنبدا نزيد السوائل. زدت هنايا مزهر، كاس ديال العنبه ديال مزهر، وكنزيد عليه ربع كاس ديال الخل، وكنزيد عليه خماره وحده ربع معلقه صغيره ديال الخميره الخبز. بالنسبه اللي يديهم بوحدهم ف بلا ما يديروا الخميره ديال الخبز من الاحسن يستغنيو عليها، لان غادي تخمر لهم من بعد. دابا الحال شويه بدا كيسخن، يخليو يحتفظوا غير بالخميرات الكيماويه من الاحسن. صافي كنستمر هكا حتى كنجمعها. الماء كنزيد كاس ديال العنبه الماء يكون دافي، كندير معاه ملون غذائي باش كيعطينا داك اللون زوين في الشباكيه. كنبدا كنجمعها، كنزيد الماء شويه بشويه باش ما كتخفاش ليا العجينه. خصها تكون قاصحه، نتوما كما كتشوفوا خصها تجي على هذا الشكل هذا قاصحه بزاف وبلا ما نحتاج ندلكها. فانا من بعد فاش كنبدا نطلقها بالدلاك فانا كنطويها على 4. هذا كيخليها تجي في هذوك الفقاعات وكتجي مخدومه مزيان واخا ما ندلكهاش. صافي كنقسمها على 5 ديال الكويرات، كل كويره كنطلقها بالدلاك وكنطويها على 4 بحال هذا الشكل هذا، وكنديرهم في بلاستيكه وكنستمر حتى كنكمل كاع الكويرات اللي عندي. بعد ما طلقتها ما ارتاحت لي وطلقت هذيك الكويره مزيان، كنطلقها تكون رقيقه. عندي هذا الورق المقوى مقطعه 3 سنتيم على 10 سنتيم، فكناخذ به القياسات. هانتوما كتشوفوا غادي ندير به اشرطه يكون العرض ديالهم هو 10 سنتيم كما كتشوفوا انا حاطاها، وغادي ندير بها اشرطه حتى كنسالي كاع دوك الاشرطه باش كنسهل عليا الخدمه. كنحطهم كاملين قدامي وعاد كنبدا كناخذ القياسات ديال كل حبه بوحدها. ديال الطريقه سهله وبسيطه بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت باش تشبك او اللي كتكون بوحدها يديها بوحدها وكتعيا. فهذه شباكيه بلا تشباك كتجي سهله وزوينه وعمليه بزاف، وحتى الشكل ديالها كيجي زوين. شباكيه ديال السبوله هانتوما كما شفتوا. دابا انا كنحط هذيك الورقه هي اللي كناخذ بها القياس وكنبدا نخدم بالجراره حتى كندير كاع الاشرطه اللي عندي. من بعد كندير وحده فوق من وحده وكندير بالجراره كندوز بها في الوسط. شفتوا هذه طريقه سهله، انا كنوريكم غير بشويه باش تشوفوا معايا الطريقه بالتفصيل. صافي وكندخلها لداخل كما شفتوا في الصوره ابلغ من التعبير. هكا غادي تشوفوا الطريقه مزيان وغادي تفهموها. صافي كندوز الجراره في الوسط وكناخذ هذاك الطرف اللي من الفوق وكندخلو من اللور وكنخرجو وكيعطيني هذا الشكل ديال السبوله اولا ضفيره كتجي زوينه.
في المنظر ديالها، وكتجي حتى هي شاربه العسل وكتجي معلكه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. كما قلت لكم انا كندير الاشرطه باش كنسهل عليا الخدمه، وتنبقى نحطهم قدامي وكنخدمهم كاملين. انا غادي نعاود معكم حبات اخرين باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. الا بغيتوا ديروا حتى ل3 ديال الحبات، ديروا وحده فوق من وحده حتى 3، من 2 حتى 3، هي كتبقى زوينه. انا كندير غير 2 باش كتجيني مورقه وكتجي مشربه العسل، وحتى في القلي كتقلى مزيان. صافي كندير هذاك الخطيط في الوسط وكنقلبها. الطريقه سهله وبسيطه، وصراحه في متناول الجميع هذه الطريقه. الا كنتي بوحدك فما كانش عندك الوقت باش تبقاي تشبكي، هذه احسن طريقه باش توجدي الشباكيه بلا تشباك. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. دابا غادي ندوزو للقلي. كنديروا الزيت يسخن في المقله، كنديروه على نار مجهده حتى كيسخن. من بعد كنقصوا ليه العافيه، كنخليوه على نار مهيله، وكنحطوا دوك الحبات اللي عندنا كنخليوه حتى كيتحمروا كياخذوا لنا داك اللون الذهبي. من بعد كنديروهم في العسل. انا المقطع ديال العسل راه مشى ليا. هي الطريقه سهله وبسيطه. كنحيدوهم من الزيت، كنديروهم في العسل وكنصفيوهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات ديالنا، اولا كما كنقولوا لها الشباكيه ديال السبوله. كتجي زوينه ولذيذه وهشيشه، وصراحه كتجي معلكه من الداخل ديالها. كنتمنى انكم تجربوها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. حتى هي كيجيو فيها دوك الفقاعات هازين العسل، كتجي مغايره على الشباكيه اللي متعودين عليها، وسهله بالنسبه للمبتدئات او اللي غادي تصاوبها لاول مره وما عندهاش العوين. صراحه هذه انسب طريقه. ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر الاشتراك الا كنتم مازال ما اشتركتوش. ونخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد، وفي امان الله.